انا شايف ان في مؤامره بتحاك ضدي في النادي الاسماعيلي، بطلها حسني عبد ربه واخواته، وهقول لحضرتك تفاصيل المؤامره. النهارده حسني عبد ربه خرج في الدقيقه 60 وهو كان بادئ لعيب اساسي. الاخ طارق عبد ربه واخوه قام تهجم على مجلس اداره النادي الاسماعيلي داخل المقصوره الرئيسيه، وقال لهم ان مش حسني عبد ربه اللي يطلع بره الملعب. حسني عبد ربه ما يطلعش بره الملعب وهو بيلعب في الاسماعيلي، لك ان تتخيل. فالنهارده كلمنا الاخ اخو حسني عبد ربه بعد المباراه، لما الحاج ابو السعود كلمني وقال لي ان حصل كذا كذا كذا، كلمته قلت له يا طارق عيب ان انت بتعمل الكلام ده، لان انت كده بتعمل مشاكل لاخوك. قال لي انت بتغير حسني عبد ربه فتحه صدر، ومش احنا اللي يتفتح عليه، حد يفتح علينا صدره في الاسماعيليه. فانا بحكي لحضراتكم واقعه من وقائع كتيره جدا، غير ان طارق عبد ربه في المباراه الاخيره لما خرج حسني عبد ربه ده علو صوته في الاستاد كله سامع بيقول له هانت يا حسني. سامعها بوداني بيقول له ايه؟ هانت يا حسني. هانت يعني هانت ان هو يمشي يعني. برفع الامر باكمله امام الجميع لمجلس اداره النادي الاسماعيلي. يا انا يا حسني عبد ربه في النادي الاسماعيلي. انا مش هكمل في النادي الاسماعيلي ولا دقيقه طول ما حسني عبد ربه موجود داخل النادي الاسماعيلي. اتفضل يا كابتن حسني. كنت انت كابتن احمد حسام ميدو نجم مصر واحسن لعيب محترف في جميع الانديه، لا انا حسني عبد ربه، انا بلدي دي اللي انا الحمد لله لحم كتافي من خيرها، الشعب دوت اللي انا اخترته غض النظر عن اي نادي تاني في الدنيا بملايين الدنيا، واتعرضت عليا وقلت لا وعايش، ولحد النهارده ما خدتش فلوس السنه اللي فاتت يا ميدو، وما خدتش فلوس السنه ولا يهمني، ومش همشي من النادي الاسماعيلي مهما انت قلت ومهما انت عدت. انا بص هفضل في النادي الاسماعيلي غصب عنك وغصب عن اي حد في الدنيا. انا لو هشتغل بواب في النادي الاسماعيلي ده بيتي، زي ما نادي الزمالك ده بيتك، زي ما نادي الاهلي بيت ناس، انا نادي الاسماعيلي محدش هيقدر يجي يطلعني منه، والله والله ولا انت ولا كني الازرق يطلع يطلعني من النادي الاسماعيلي. النهارده انت بتخير رئيس النادي بين يختار بلده واهله ولاعيبته اللي بيتمرمطوا عشان خاطر بلدهم، وبين واحد جاي من بره النادي الاسماعيلي من حته جاي فاكر ان احنا هيدينا بالجزمه، مش احنا اللي ناخد بالجزمه ولا احنا اللي قال لنا كده. وانت يا احمد احسان بتشتم اللعيبه وبتهزق اللعيبه، يا اللي بتقول النهارده لا حسني عبد ربه لنا، لا يا حبيبي مش انت اللي تقول على حسني عبد ربه كده. حسني عبد ربه ادى لمصر كتير وادى النادي الاسماعيلي كتير، شوف نفسك انت اديت ايه. انا بقول للحاج محمد ما تطلعش يا حاج محمد تقول ان حسني ما يخش، لا ده انا اخش واخش اللي انا عملته في تاريخ النادي الاسماعيلي ما مش دي اخرتي يا حاج محمد، ولا حد يقول عليا كده. الحمد لله انا ممكن يحصل لي حاجه النهارده بسبب اللي لا يا اخي لا يا حسني بعد الشر، الراجل ما قالش كده يا حسني. انا زيكم انا ما مصدق اللي بيحصل، واوعى حد يقول لي نرجع نادي الاسماعيلي تاني واتمرن تحت قياده ميدو، اوعى حد يتخيل كده. هو قرار زي ما الراجل المحترم الكابتن احمد قال، قرار مصيري لا هنبطله. وعايز اقول على حاجه، لا كل مدرب في النادي الاسماعيلي مش ارزقه يا كابتن احمد حسام عشان يلاعب حسني، اوعى تفتكر ان حسني عاجز ولا مش قادر يجري. كل مدربين النادي الاسماعيلي مدربين محترمين غصب عنك عن اي حد،